تخيل معايا كده لو احنا عايشين في عالم مثالي ما فيهوش اي ألم، ما فيهوش اي كذب، ما فيهوش غدر او حروب. عالم كل حاجه فيه ماشيه زي الساعه. جميل مش كده؟ بس لو ركزت شويه هتلاحظ حاجه غريبه. العالم ده ناقصه حاجه، في حاجه مش مظبوطه. مش لان فيه مشكله، لكن لان كل حاجه فيه مثاليه لدرجه اننا مش هنفهم قيمتها. السؤال بقى، هل الخير ليه معنى لو الشر مش موجود؟ وهل وجود الشر ضروره؟ النهارده هنتكلم عن الفكره دي، وهنحاول نفهم مع بعض ليه اصلا الشر موجود. علشان نفهم ليه الشر موجود لازم الأول نسأل نفسنا، إحنا بنعرف الخير إزاي؟ الحقيقة هي إننا بنعرف الخير لأنه بيتقارن بالشر، زي ما بنعرف النور لأنه عكس الظلام. لو مفيش ظلام هل كنا هنقدر نستمتع بجمال النور؟ لو مفيش كذب مفيش حد هيقدر يقدر قيمة الصدق. لو مفيش خيانة الوفاء هيكون مجرد شيء عادي. كل حاجة في الدنيا دي ليها قيمة لأنها تتحدد بعكسها. الخير والشر مش مجرد حاجتين منفصلتين، دول زي الليل والنهار، بيكملوا بعض، ووجود واحد منهم بيعرفني قيمة التاني. خليني أقول لك على مثال بسيط من حياتنا اليومية. لما تكون جعان جدا ومتأخر في الأكل، وأخيرا بيجيلك وجبة وسخنة وطعمها جامد أوي، الإحساس ده رهيب صح؟ لكن لو عمرك ما حسيت بالجوع هل كنت تحس بقيمة الأكل؟ نفس الفكرة بتطبق على الشر والخير. لو مفيش ألم في العالم هل كنا هنقدر نحس بفرحة الراحة؟ لو مفيش أزمات هل كنا هنفهم قيمة النجاح؟ في قصة مشهورة عن واحد كان دايما بيشتكي من شغله وضغط الحياة، لحد ما اتعرض لمشكلة صحية منعته إنه يشتغل. وقتها أدرك قد إيه كانت حياته مليانة بركة رغم التعب اللي كان بيشتكي منه. في الإسلام الشر مش مجرد عقبة، لكنه اختبار لإيماننا ولصبرنا ولقدرتنا على التمسك بالخير حتى في أصعب اللحظات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المعنى هنا إيه؟ إن الشر مش حاجة عشوائية، كل حاجة بنمر بيها حتى الشر ليها حكمة إلهية. حتى لو مش واضحة لنا دلوقتي، الشر بيجبرنا نسأل نفسنا، إحنا هنستسلم ليه؟ والله هنقاوم ونختار الخير. خليني أقول لك قصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي في الطائف الناس هناك أذوه بشكل رهيب لدرجة إنهم رموه بالحجارة. موقف زي ده ممكن يخلي أي حد يغضب أو يدعي عليهم، لكن النبي عمل حاجة مدهشة. دعا لهم وقال: اللهم أهدي قوم فإنهم لا يعلمون. دلوقتي تخيل لو ما كانش في أذى من أهل الطائف أصلا، هل كان هيظهر جمال التسامح ده؟ هل كنا هنقدر نشوف عظمة صبر النبي ورحمته؟ الشر اللي حصل كان سبب في إصدار درس عظيم لينا كلنا. الشر مش بس بيختبرنا كأفراد، لكنه جزء من التوازن الكوني. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة في الكون بتوازن عجيب، زي ما في ليل ونهار، صيف وشتاء، في خير وشر. في القرآن الكريم ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الكلمة دي فتنة معناها اختبار. الشر موجود عشان يختبرنا، هل هنقدر نتصرف بحكمة؟ هل هنقدر نثبت إن إحنا قادرين نحول المحن لمنح؟ فكر معايا شوية كده، لو الشر اختفى تماما هل هيكون ليه قيمة الخير؟ تخيل لو كل حاجة في حياتنا مثالية، مفيش مشاكل ولا أزمات، هل كنا نحس بفرحة الإنجاز؟ هل كنا هنقدر نحس بالسلام الداخلي؟ الحقيقة إن الشر والخير زي كفتين في ميزان، كل واحد منهم بيكمل التاني. الشر بيخلينا نسعى وبنواجه عشان نثبت إننا قادرين نختار الخير مهما كانت الظروف. واحدة من القصص اللي بتبين الحكمة دي هي قصة طفل صغير كان بيحاول إنه يساعد فراشة تخرج من شرلقتها. طفل قطع الشرنقة كان بيسهل عليها الموضوع، لكن اللي حصل إن الفراشة خرجت ضعيفة وما قدرتش تطير. اللي الطفل ما كانش يعرفه هو إن المقاومة اللي بتعملها الفراشة هي اللي بتقوي جناحاتها، وهي اللي بتخليها تطير. الشر أو المعاناة أحيانا بيكونوا ضروريين عشان نكبر ونتعلم. الشر موجود، لكن دورنا مش إننا نستسلم ليه، دورنا إننا نحاربه بالخير في كل موقف صعب بنمر بيه. وإن كل موقف صعب بنمر بيه هو فرصة لينا نثبت إننا أقوى. ربنا خلقنا بعقل وضمير، وده معناه إننا قادرين نختار. الشر مش النهاية، الخير هو دايما اللي بينتصر في النهاية. الشر والخير هما اللي بيخلوا حياتنا ليها معنى، وجود الشر هو اللي بيخلينا نفهم قيمة الخير. السؤال هو أنت هتتعامل مع الشر إزاي؟ هل هتسيبه يسيطر عليك ولا تختار إنك تكون مصدر للخير؟ شاركونا أفكاركم في الكومنتات. فضفضة دايما هنا عشان نسأل الأسئلة اللي بتخلينا نفكر. استنوني في الفيديو الجاي. سلام.